ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى البلح الشام بطعم حلو قوي وما شاء الله احلى من المحلات. لكن قبل ما نبدا نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجيب مع بعض. آه هنجيب مع بعض كوبايتين من الميه، كوبايتين من السكر، او كوبايه ونص من السكر حسب الرغبه. وبعد كده هنعصر عليها ليمونه. نحط طبعا كيس فانيليا. طبعا الفانيليا بتخلي فيه ريحه حلوه كده في الشربات بتاعنا. طبعا هنسيبه طبعا يغلى. وطبعا ممكن تعملي بسكر اسمر، اللي هو الاسمر، او ممكن سكر اللي هو الابيض. الاسمر بيدي لنا لون الاصفر كده، لون حلو يعني. السكر الاسمر مش وحش ولا اي حاجه. جربيه وهيبقى هيديكي نكهه حلوه قوي في الشربات بتاعتك، وما شاء الله طعمه جميل. هنجيب طبعا معلقتين من السكر، معلقه من الملح. هنجيب طبعا معلقه من الزيت او معلقتين من الزيت. طبعا هنجيب ميه دافيه. الميه هنحطهم في طاسه على النار. الميه لما الاقي الميه كده هتغلي معانا، هنضيف كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من النشا. هنفضل نقلبهم كده مع بعض، بس تقلبهم بحاجه علشان ايدك. هنفضل نقلبهم كده. طبعا يعني هتبرد شويه. هنعملها بقى بايدينا عادي خالص، هنعجنها بايدينا. طبعا بعد ما اتعجنت خالص كويسه اهيت، هنضيف معانا بضايه هنضيفها. هي هتحس معايا كده اللي هي مرقه معاكي كده وسايبه. احنا طبعا هنفضل نعجن فيها لحد ما تمسك، وتحطي كيس فانيليا. وهنضيف البيضه التانية زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص بعد هي ما اتعجنت معانا، هنجيب بقى الكيس بتاعنا اللي احنا بنشكل بيه الحاجات بتاعتنا زي ما انت شايفه. طبعا هنجيب الطاسه بتاعتنا. هنحطها على النار. احنا مش عاوزين الزيت يعمل معانا كده معانا، هنسيبه كده براحته. وبعد كده طبعا هنضيف الحاجه بتاعتنا، هتقطعي كبير صغير نفس اللي انت حباه. يعني اول مره والله العظيم بجد اول مره اجرب البلح الشام ده. بلح الشام في البيت. بصراحه عمري ما جربته. يمكن كمان لو عاوزه اجربه بخاف اللي هو يبوظ مني. لكن والله ما شاء الله طعمه جميل، طعمه تحفه. اتبسطت جدا اللي انا طلع حلو كده معايا. انا مش هقول اني كل مره بعمله، لا انا اول مره فعلا اعمله. والحمد لله هو طلع معايا كويس. وكنت عماله ادعي واقول يا رب، ربنا بس كده يطلع معايا حلو كده ومش يطلع معايا وحش. ما شاء الله نفس اللي احنا بنشتريه من المحلات طعمه روعه. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وأولادنا وأهالينا وأمهاتنا وأبهاتنا بخير وسلامة يا رب. رمضان كريم علينا وعلى كل أهل المسلمين. زي ما انت شايفة كده. طبعا الشربات طبعا احنا هنسيبه يبرد خالص. تمام. طبعا انت هتعملي البلح الشام، طبعا هتطلعيه من الطاسة بتاعتك. هتضيفيه في الشربات علشان خاطر يشرب من الشربات بتاعك من انت عاملاه. زي ما انت شايفة كده. جربت معايا تاني. يعني كل ما واحدة تستوي كده تحمر، تاخد اللون الأحمر الحلو ده، تضيفي تقلبيه. عادي برضو لو انت عملت مرة واتنين وتلاتة وباظ منك، الحمد لله. يعني أول مرة كنت أعمله طلع من معايا حلو كده. بصراحة أنا ما كنتش أتوقع لو يطلع معايا حلو، لكن الحمد لله يا رب. طبعا جربي ومش هتخسري أي حاجة. ويعني لما يعمل منك شوية مش مشكلة. العالم مش كده وخلاص. زي ما انتوا شايفين كده الشكل طبعا. طبعا فض طبعا شوية شربات انا طبعا عندهم في التلاجة، علشان خاطر لو مثلا تاني يوم تالت يوم لو عايز البلح الشام ممكن تسقي منه. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. انا ما كترتش منه عشان بعمل دايت عادي بقى. طبعا اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك. مع الف سلامة حبيبتي، اشوفك في فيديو جديد.